معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله. حياك الله وبياك. في سؤال يا شيخ. تفضل. السؤال من العراق، مهند من العراق. حياك الله وحيا الله أهل العراق. ممنونين جدا. أنا شيعي من العراق يا نعم. شيخ. تفضل. يا شيخ أنت بتبيح دماء المسلمين بهاي القناة اللي هي قبل، يعني بالبارحة بالأمس كانت قناة دعارة. أنا مش سامع يقول إيه. اتفضل يا أخي. طيب. حضرتك ترد على الاخ اللي هو كان اتكلم، مش عارف ممكن حضرتك ما سمعتوش، واللي قال ان القناه احنا يعني بنستبيح دم المسلمين على تلك القناه التي كانت من قبل قناه اغاني وغير ذلك. يعني مش عايز اقول الكلمه عشان هو قال كلمه مش كويسه، فيعني ارجو الرد عليه. وبارك الله فيك، بارك الله فيك حضرتك حاضر. شيخنا، وان شاء الله دايما تكون منورنا كده بمواضيع مهمه جدا على القناه الخليجيه. الله يرضى عليك يا السلام محمد. عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال يا إخواني ولا نرد؟ اتصال. طيب. أولا، لا يستطيع أحد أن يقيم الحد على مسلم ارتكب ذنبا يوجب عليه الحد إلا ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه، لا الرعية، لا عامة الناس، وإلا لتحولت الدنيا إلى غابة السباع. ونحن أحرص الناس على دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين، وأحرص الناس على جلب الخير للمسلمين. ولولا حرصنا على هذا لما كانت هذه الموضوعات التي نريد من خلالها أن نوقظ النائم وننبه الغافل ونعلم الجاهل ونذكر الناس، لعل واحدا من هؤلاء يسمع فيتوب يرجع إلى رشده، لعل واحدا من الشباب غرر به شيطان من شياطينهم يسمع فينتبه ويفيق. هذا أمر. الأمر الثاني، أما هذه القناة التي كانت قناة أغاني فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي أخرجها من الظلمات إلى النور، الحمد لله الذي حولها إلى قناة تبث العلم، تبث النور، تعلم القرآن، تعلم السنة، تحذر من الفرق الضالة، تحذر من الضلال والفجار. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم لك الحمد أبدا أبدا كما تحب يا ربنا وترضى.